كانت احلى فلوس واحلى ايام اليومين ثلاثه اللي قعدتهم هناك دول. جه بعد كده بقى ايه، ابتدوا بقى يلاقوا بقى من اللغه بتاعتي وبتاع، واقفل عليهم وبتاع، وانا كنت بصراحه واد ايه كاركتر، يعني كاركتر مقفل الدنيا يعني. فحصل بقى ايه دريب كده مع الراجل اللي واخده قدام المحل بتاعه، وقعد بقى شويه دروبات وبتاع، حصل تاتش من الاخر يعني. احنا اتعودنا في حلقاتنا ان احنا يعني في نطق غلط وبنصححه، ان في واحد بينطق غلط واحنا بنصحح النطق بتاعه، لكن ان كلمه ما تبقاش موجوده في اللغه اصلا والشعب يخترعها ويستخدمها ويفتكر انها انجلش، ده كتير قوي. عندنا مثلا على سبيل المثال كلمه هنج. انت الموبايل بتاعك مش شغال واضطريت تشيل البطاريه وتحطها تاني وتقول له الجهاز هنج. ايه اصل الكلمه دي؟ يعلق حاجه على شماعه اسمها هانج، اوكي؟ فقال لك الجهاز علق يبقى هنج، جت كده يعني. او ان كلمه موجوده في الانجليزي اصلا ومعناها يتعكس، يعني كلمه تاتش مثلا بقول لكم كيب ان تاتش، خليكم على اتصال، خليكم على وصال معايا، دي حاجه جميله مش كده؟ لكن لما الشعب يخترع ان كلمه تاتش يعني خناقه، معلش يا باشا حصل تاتش بينا وكده يعني، ليه تتعكس كلمه يعني؟ ولا مثلا على سبيل المثال كلمه دروب ده، لو انا المج ده بس خايف حاجه يقع مني اي دروبت ات. ايه علاقه ده ان اصلا حصل دروب في الموضوع؟ سوري هنأجل بس الكلاس النهارده المحاضره عشان حصل دروب، ده غير ما دروب بقى ده موضوع تاني خالص. وفي بنتها فرعت منها، تبرعمت منها، اسمها دريب، ففي دريب حصل. لو انا حلقت ده كله وسبت دي بس، فيقول لك ده دوجلاس، احلق لي دوجلاس يا باشا. عايز اقول لك ان دوجلاس ده اسم واحد اجنبي وما يعرفش خالص ان احنا في مصر بنستخدم اسم، كانك رايح امريكا مثلا تقول له احلقها لي مصطفى لو سمحت، خلاص مالهاش اي علاقه باي حاجه خالص. اسمها جوتي. انت عارفين الجوت المعزه اوريدي بيبقى مربيها كده، فاسمها جوتي، لكن في مصر بس بحدودها هي اسمها دوجلاس. اختراعات عظيمه.